السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض محشي ورق العنب، وهنجيب فراخ بلدي من اللي احنا مربينها سوا. هنطلع نجيب فرختين كده، نقي اوزانهم تقيلة شوية. هنبدأ يومنا ان شاء الله عند الطيور. هنحط لهم الاكل والمية ونشوف الفراخ اللي احنا هنجيبها دي اللي احنا كنا مربينها سوا. ممكن ترجعوا للقناة وتشوفوها. بعد ما جبناهم ونضفناهم وغسلناهم بدقيق كويس جدا والمية، ودي الكبد والقوانص. طبعا احنا متفقين ان احنا بنعين الكبد والقوانص. طبعا الجوانح بتاعتهم مش هتنفع لانها بلدي، لو احنا عملناها بالفيجيتار هتبقى ناشفه شويه، فممكن نسلقها عادي بقى مع الفراخ، مفيش مشكله يعني. كده هننقع الفراخ اللي احنا ذبحناها دي في ليمون وخل وشويه من الملح. هننقعهم حوالي نص ساعه كده ولا حاجه، وبعد كده هنشيلهم نكيسهم ونحطهم في الفريزر. مش هنسلقها على طول علشان ما تشدش في الاكل، لان صدر الفراخ بالذات لو انت سلقتيها في ساعتها هيبقى بيشد في الاكل كده ومش هيبقى لطيف، لكن لما يبات يقطم معاكي. فاحنا هنبيتها ليله وتاني يوم هناخد الفرختين اللي احنا هنعملهم ونسلقهم. هنجهزين حله حاطين فيها ميه ورفعناها على النار وخلطنا بصل رفيع كده، ونحط معلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه من الملح، وهنسيبهم بقى مع بعض كده يتسلقوا مع نفسهم. تمام. هما كده هم بعد ما اتسلقوا هنسيبهم على جنب ونبدأ في خلطة المحشي. هنجيب شوية من البصل، شوية حلوين طبعا من البصل كده قد كيلو ونص، ونفرمه ناعم كده، وبعدين نرفعه على النار ندبله بس مع الزيت وشوية من السمنة، وبعدين ننزل عليه بعصير الطماطم ونسيبهم مع بعض لحد ما يسبكوا. وبعد ما قرب ما يجي يتسبك كويس نروح نازلين بمكعب مرق دجاج، واحنا عاملين برضو الطريقة على القناة، ممكن ترجعوا لها. بالنسبة للخضرة انا ما بستخدمش غير شبت وبقدونس فقط لا غير، ما بحطش كزبرة خالص. لو جوعت كزبرة واحد في قلب المحشي احنا بناكلوش، فاحنا بنستخدم شبت وبقدونس بس. هننزل بقى بالشبت والبقدونس كده على التسبيكة ونقلبها فيها كويس، ومعلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكمون ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، وطبعا نظبط الحياء بتاعها. بعد كده هنكون غاسلين الرز ومصفينه كويس جدا من المية اللي فيه، ننزل بيه على التسبيكة دي ونهدي النار تحتها ونقلبها كويس لحد ما المية تنشف، ما يبقاش في حاجة خالص عشان الرز ما يبقاش فاشش ووحش بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. نقلبه كويس جدا لحد ما ينشف. هنيجي بقى بالنسبة لورق العنب، طبعا احنا منضفينه، هنحط عليه معلقة من الزيت وحاطين مية تغلي. الزيت هنا علشان يفكك الورق من بعضه، ما تبقاش الورقة لازقة في التانية، فيبقى سهل ان انت تفككيه من بعضه. وهننزل عليه بالمية بالشكل ده، المية سخنة بتغلي، وهنحاول ان احنا نغطسها بس شوية كده علشان كل الورق يتسلق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهنيجي بقى نحشيه. هنحشيه بقى بالطريقة دي. انا بحب احشيه رفيع مش تخين، يعني بحط شوية رز على قد الورقة واتنيها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، واروح برموها بالشكل ده، يطلع صباع رفيع ومش تخين ولا حاجة ومتساوي بالطريقة دي. لو انتوا وصلتوا معايا لحد كده يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واتمنى ان انا واللي انا بقدمه ده يكون بينول اعجابكم وتستفادوا منه ولو بالقليل، ويا ريت ما تنسونيش في الاشتراك وعمل اللايك. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده هنتني الورقة ونبرمها برمة خفيفة، وناخد الجناب ندخلها لجوه ونروح لافين بقى بالشكل ده. هيطلع الصباع متساوي ومفيش حاجة منه خارجة من الجناب. هنيجي رصة الحلة، هنحط العيدان اللي احنا شلناها من ورق العنب في أرضية الحلة ونرص عليها المحشي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كده احنا هنخلص الحلة بالشكل ده، وهيبقى فايض عندي الرصة الأخيرة ما كملتش، فهحط كان عندي شوية من الورق اللي انا كنت سلقاه قبل كده وكان محطوط في الفريزر،
فهو هيبقى احطه على الوش عشان هو هيبقى لونه مختلف شويه. زي ما حضراتكم شايفين كده، اللي تحت اخضر خالص واللي فوق مسمر، لان ده انا كنت سلقاه قبل كده بس هو فاض مني اثناء الحشو. كده هنيجي للتسويه. احط كبشتين من المرق واسيبهم يغلوا شويه، وبعد كده اروح مزوداه الزياده الكامله بعد ما يغلي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هغطيه واسيبه يغلي واجي بقى ازيده زياده كامله واظبط حدقه واغطيه بقى لحد ما يستوي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. تكونش الرصه الاخيره بتغطيها على الاخر، يعني يا دوبك الميه تكون نص الرصه الاولانيه. بعد ما يغلي خالص من جميع الجهات وقرب ما يجي الشرب اهدي عليه واحط له الشياطه تحتيه واسيبه بقى براحته يستوي. هنيجي هنا الفراخ اللي احنا كنا سلقناها، هجيب شويه من الصلصه، برضو احنا كنا عاملين طريقتها على القناه قبل كده. معلقه كبيره من الملح والفلفل الاسمر، وهخلطهم على بعض وهدعك بيهم الفراخ من جميع الجهات. وبعدين انا مسخنه الفرن كويس وهدخلهم الفرن مع معلقه من الزيت. هرش شويه زيت على الصلصه وادخلهم الفرن يتحمروا في الفرن، وما حمرهمش بقى في الزيت كامل علشان ايه نسبه الدهون ما تبقاش زياده. بالشكل ده هما بعد ما اتحمروا حطيتهم شويه تحت الشوايه. وكده المحشي بعد ما استوى. فيديو بسيط اتمنى ان هو ينول اعجابكم. ممكن تقدميه مع شويه ملوخيه كمان، يعني شويه سلطه والمحشي والفراخ وشويه من الملوخيه كمان. اتمنى ان ينول اعجابكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.